لو بتحبي بسكوت البيمبو الجاهز النهاردة هنعمله في البيت بطريقة سهلة وخطوات بسيطة جدا. يلا نبدأ ونقول بسم الله. في بولة هنزل ببيضة وعليها نص معلقة من الفانيليا ونص كوباية من السكر البودر وكوباية من السمنة او الزبدة او الاتنين على بعض. هنزلهم وهبدأ اضرب بالمضرب الكهربائي لغاية ما الخليط ده يتجانس كويس قوي مع بعض، واعمل اختبار كده ما بين صوابعي لغاية ما احس ان السكر خلاص اختفى. كده الخليط هيكون جاهز معانا بالشكل ده. بعد كده هجيب كوبايتين من الدقيق هحط عليهم رشة من الملح وهنخلهم فوق الخليط ده، ولازم ننخلهم كويس قوي. بعد كده هضيف نص معلقة من البيكنج باودر وهبدأ اخلط الخليط ده بالاسباتيولا الاول، وبعد كده هلم العجينة بايدي. احنا بس هنلم العجين، البسكوت يا جماعة ما بيتعجنش نهائي، هنلم بس العجينة. واول ما تتخلط كويس وتتجانس كده مع بعض هعمل لها اختبار كده بايدي النظيفة. اول ما احس انها خلاص مش بتشقق يبقى كده جاهزة. لو لقيتيها بتشقق هنضيف معلقة من السمنة بس، وهفردها ما بين كيسين تلاجة علشان خاطر ورق الزبدة ممكن بيسحب من السمنة اللي في العجين. اول ما افردها نص سنتي كده هبدأ اقطعها بقطاعة او كوباية، وياريت تكون حجمها صغير عشان تطلع البسكوتة معاكي صغيرة. هقطعها كده واحطها في صواني مش مدهونة. اول ما اخلصهم هدخلهم فرن سخن على اقل درجة 160 لغاية ما ياخدوا اللون الذهبي. في الوقت ده هجيب شوكولاتة مطبخ هسيحها على بخار مية، هحط فيها مكعب زبدة ومعلقتين لبن اختياري. لو عايزاه الصوص بتاع الشوكولاتة يكون تخين شوية بلاش اللبن. اول ما اطلعهم كده من الفرن هسيبهم يبردوا، وبعدين هبدأ ألزق البسكوت على كيس كده علشان خاطر اللي ينزل من الشوكولاتة تقدري تفكيه وتستخدميه مرة تانية. عملت شوية شوكولاتة تخان شوية بلزق بيه البسكوت، والشوكولاتة الباقية بتبقى خفيفة شوية للتغطية. هخلص كده كل البسكوت، ممكن نعمل خطوط من الشوكولاتة فوقها او عادي تسيبيه من غير خطوط، وزينيه بأي مكسرات، جوز هند، فول سوداني اللي يعجبك. وبس كده وهيكون جاهز معانا. جربوا الطريقة دي وهستنى رأيكم بالكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك.